عمرك ذاكرت درس كامل وكنت حاسس انك عالم ذرة، وتيجي تاني يوم تلاقيك نسيت كل حاجة كأنك عمرك ما فتحت الكتاب؟ انما النكتة اللي صاحبك قالها لك في تالتة اعدادي انت لسه بتضحك عليها لحد دلوقتي. بص يا عزيزي، المخ مش سوبر ماركت. المخ بيخزن حاجات معينة اللي هو يفهم ان الحاجات دي مهمة. يعني المعلومة اللي بتيجي بسرعة بتروح بسرعة، زي المال السايب كده. لكن الحاجات اللي فيها مشاعر أو فيها موقف معين أو فيها حاجة عملت فيك مشاعر معينة، الحاجة دي المخ بيقولك دي شكلها مهمة، نخزنها بقى في ال VIP section. لكن لما تذاكر كده وانت زهقان انت بتقول لمخك انسى يا عم النجم براحتك، يا كده كده مش فارقة يعني. طب والحل ايه؟ الحل انك تخلي المعلومة تجربة. ازاي يعني؟ اربطها بقصة، زي انك تشرح الدرس لصاحبك مثلا، او تخلي فيه افيه كده في قلب الشرح وانت بتذاكر، او تضحك مثلا، تخلي حاجة بتضحكك او تدهشك، يعني تعمل مشاعر جواك، تحرك حاجة جواك، يعني تخلي المخ انت بتقوله دي حاجة مهمة لازم نركز فيها ونفتكرها. ساعتها المخ هيفتكرها ويعرف انها مهمة، هيفتكرها اكتر من باسورد الواي فاي بتاعك يا عزيزي. وده كان الحل. المهم ما تنساش لو الفيديو عجبك تبعته لصاحبك وتعمل لايك وكومنت. كان معاكم ميندو، دماغ خفيفة على القلب، تقيلة في المعلومة. استنوني في الفيديو الجاي.